مراكش، هالمدينة اللي عم بحلم اني زورها من سنين، المدينة الحمراء اللي أسسها يوسف بن تشفين مع المرابطون بالقرن الحادي عشر. هذه المدينة المدينة الحمراء لأن بيوتها من الطين الأحمر. هالمدينة الغنية بتراثها، الغنية بمطبخها، الغنية بناسها الطيبين، اليوم جاي اكتشفها لأعيشكم هاللحظات لأول مرة بعيون لبنانية بجولة أكل الشوارع. مشوا معي. شكرا. شو في بقلبه ماء الزهر؟ في القطران. في؟ قطران. قطران. معناتها ما عملت شيء. يلا. طلعة ان شاء الله. هيدي الطلعة اجيال طالعة معروفة بشو مشهورة أكثر بكل شيء؟ الجولة. ايه البصارة، اللوبيا، العدس. كفطور لازم نبلش بصارة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الصحة؟ صديقي اسمه حمزة وصاني قال لي أول شغلة لازم تاكلها في مراكش هي البصارة. يلا جيت المحل المناسب. أهلا وسهلا. هي شو هي فول صح؟ هي فول. اتكل على الله. هذه مشهورة في مراكش. هذه الأكلة الشعبية المشهورة في مراكش. اوكي. هو الفول مطحون فول مع زيت الزيتون مع كمون بلدي مع شوية الحار شوية الفلفل. حلو. يا سلام. كله حلو. يا سلام. زيت الزيتون وكنعاودو نضيفو لك شوية الكمون. اوكي. ندير شي سمنة بلدي ولا زبدة بلدي. نعمل شوية ولا ما يلا سمني خلينا نفوت فيها على الآخر. خليها سمنة. هانا العمس. يا سلام. بسم الله. مع الخبز نتاكل مع صح؟ الخبز. خبز الشاعر. لا الخبز القمح اللي بغيتي. كاين القمح كاين الشاعر. الشعير يلا. الشاعر هذا الشعير هذا يلا. القمح. يلا. كانت الخبز. مراكش هيك بتبلش ترويقة مراكش. فول مع زيت زيتون مع سمن بلدي وشوية كمون وشوية حر عند الأخ اسم الكريم. اخ فؤاد. أخ فؤاد. بلد بس. أول الطلعة طريق الطلعة. الطلعة في الطلعة أول محل على الشمال طلعت مراكش. في مراكش. مرحبا. وهيدي الترويقة اللي نحن نقول ترويقة، هذا الفطور المغربي أول مرة في مراكش. مرحبا. هيدي البصارة مع زيت الزيتون والسمن. يا سلام على الفول مع السمن. مع الخبز ضروري مع الخبز. صديقي حمزة في فرنسا نصحني بالبصارة كترويقة. هيدي حدا أكلها كلها مع السمن، ما في لا غدا ولا عشاء. طعمة الفول المطحون، زيت الزيتون، الكمون، الحر الخفيف. يا سلام. يا سلام على مراكش. قالوا لي لازم لبن ضروري، صح يا فؤاد؟ بعد الفول؟
في طعمة حموضة، في طعمة ملوحة. هيدي ترويقة مغربية. مرحبا بك بعدا في المغرب. الله يخليك. والحمد لله اللي جيتي عندنا لهذا المحل. حنا من الناس القدام اللي تنبيعوا البصاره هنا في مراكش، لان الاب ديالي كان هنا تيخدم اواخر الستينات اوائل السبعينات. وهلا ممكن تورث للاولاد او لا؟ على حسب شاء الله. على حسب ان شاء الله. الله الا بغاو يخدموا ما بغاوش راه ان شاء الله على حسب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يلا رح نحط بصارة. مرحبا يلا. يلا شويه شوية شوية شوية. زيدي يا سلام. هيك لازم. يلا يلا هلا بدنا ناكل شو؟ لوبيا. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. شو اسم الكريم؟ عبد الواحد. الحاج عبد الواحد. الله يخليك. سنين هذه من 1986 86 يعني من 40 سنة تقريبا. تقريبا. الله يعطيك. تمام الله تمام. يعطيك الصحة. بارك الله زيد فيك. حميد واحد جوج واحد مناضة. أنا من لبنان. من لوبيا مرحبا. وبتزيد لها زيت الزيتون في الآخر؟ اي إيه. زيت الزيتون والزيت. سيدي مرحبا. خالد الناس من لبنان. من لبنان من لبنان. تشرفين. احنا هنا في نفس المكان. في نفس المكان. طيب هلا بدنا ندوق اللوبيا ديالك. مرحبا. الله يخليك. تفضل. الله يخليك. شكرا. تفضل مرحبا. هاد التومه هي توماية. التومه البلديه. شكرا. يا الهريسه. عانس. شكرا أخي الكريم. هذا الفطور الثاني في مراكش. لوبيا عند الحاج. شو واحد تومة. في واحد شيء. ارى ليش يلا عمول معروف. ايه أرى واحد شيء. قلت ليه تغلى. اي البطل نسيتك. شحال قلت هي لي مع التومة. شكرا. صحة وراحة. سلام. يسلموا هالايدين يا حاج. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. يعني مرحبا بكم. هيدا الفطور التقليدي في المغرب. طبعا. في مراكش. في مراكش. يعني هيدي الشوارع هيك القديمة بتذكرني كتير بشوارع متوسط عادة القديمة، مثل شوارع صيدا مدينة بجنوب لبنان، مثل طرابلس شوي. جولة مراكش يعني بترجعنا كتير لورا. هالمدينة اللي انبنت بالقرن الحادي عشر من المرابطون، بعدها محافظة على هيدا الطابع الأثري، هيدا الطابع الجميل جدا، وعلى طيبة شعبها وعلى كرم أهلها. سير زياش. زياد. بنكمل جولتنا بعد الترويقه بعد الفطور. جايين عند الحاج لمين. الحاج لمين هو طباخ الملك المشهور بالمشوي، الخروف المشوي. طباخ الملك حسن الثاني من العام 76. الحاج لمين حلم كان عندي انه قابله، ان شاء الله يكون في المحل حتى نقابله ونسلم عليه. يلا. حاج امين
لك تحياتنا من لبنان. والله لنا الشرف. الله يخليك، انا كان حلم انه اجي اشوفك. والله لنا الشرف. مرحبا الله بك، يخليك. مرحبا بك. اي عام بدا الحج لمين؟ هذا المحل هو محل ديال الاجداد هذه. الأجداد. نعم نعم. من 140 سنه. تقريبا 140 سنه من الاجداد. نعم نعم. في اي عام حضرتك كنت طباخ الملك؟ انا اشتغلت في 76 تقريبا 76 حتى 90 مع الملك رحمه الله. الله يرحمه. الله يرحمه حسن الله الثاني. يرحمه الله يرحمه. من كل بلدان العالم بيجوا لعندك ناس. والله احنا متشرفين الحمد لله. الله يخليك. وحنا تنديروا مجهود باش تبقى هذه الحرفه هذه تبقى عندها القيمه إن شاء الله. ديالتها إن شاء وتبقى الله. عندها إن شاء الله. اللي جاي يتغدى عندنا يمشي مسرور ويجي يعرف النتيجه. يمكن في كتار بيعملوا الخروف المشوي، بس شو سر الحج لمين؟ هذا السر هو المهنه الاحتفاظ على المهنه، والمهنه بطقوس ديالها خاصه. والفرن تيتبنى بطريقه تقليديه غير بالطين والياجور، وتنستعملوا الخشب. هذا خشب الارز. خشب الارز. في لبنان كمان مشهورين في الارز. انا كاينه غابات طبعا الحجرية في طبعا المغرب. طبعا. الخشب ديال الارز إيه. ما تعطيش الفحم. وريحه. هو فيه ريحته طيبه وما تعطيش الفحم. اوكي. تعطي رماد قليل هذا. إيه. باش ما يكونش الفرن يعمر بالفحم. فبيستوي على مهله صح؟ وياخذ احنا يمكن الفرن 3 ساعات ديال النار. 3 ساعات. وبعدين ساعتين ديال الطهي. نعم نعم. الله. ويتسيب طبيعي بدون توابل بدون اي شيء. بدون اي وبيكون شيء. دايب ذوبان. وقت الاكل يمكن تضيف كمون وملح. كمون وملح هيك على الخفيف. على رغم هيدا هو الفرن. مثل ما قال لي الحاج بيستعملوا خشب الأرز للشواء. هيدا الخروف بعد 3 ساعات بيطلعوا هيك. شوفوا الجمال. هذا خروف خاص بتاعك وصيتني عليه جايز. شكرا. مرحبا بك. هيدا كم ساعة تحت؟ هو ساعتين تقريبا، ساعتين، 3 والفرن ساعات. ياخذ 3 أسواق أقبل يا 5 سواق. حلو. هيدا بدون أي شيء، ما بدون في توابل بهارات ولا شيء. كل شيء ما في حاجة، بس اللحم واليد اللذيذة. الله يخلي اليد. الله يخليك. راس الخروف. هذه الطنجيه. هذا طنجية. هذه فيها لحمه بقر وتوابل، زيت زيتون، زعفران، كمون، وتطيب في الفرن. هادشي هادي تطيب على الفحم. يا سلام. هذه الطنجية المراكشية الأصلية. مراكشيه. مرحبا. شكرا أخي الكريم. ريحتها. يا سلام على مراكش. ريحة الكمون، ريحة التوابل. بتفوت على المطعم بتحس كأنك رجعت هيك يعني 30 40 50 سنة لورا. الاشياء اللي كانوا يخبرونا اياهم اهلنا عم نشوفهم هون. الشوا، الحاج لمين، ابنه موجود عم يشتغل باللحمة. مشهد الخروف بالفرن، راس الخروف، واكيد الطنجية المراكشية الأصلية. ما بعرف منين بدي بلش بالدلوع بالخروف، بلش بالمسكين راس الخروف، ولا بلش بالملوكية الأكل المراكشية طنجية. راس الخروف. راس الخروف. هذا اللسان. هذا اللسان. شيء في راس الخروف. يا سلام. هذه العين. معين. هذا لسان الخروف. هذو الخدود. هاي خدوده. هذا خدود. فاش غتكون كتاكلو غادي تشم فيه واحد الريحه ديال الربيع. هو هذا راس الخروف كيطيب في الفرن فيه العواد والشليط وبس الربيع، يعني
غادي تشم فيه واحد الريحه ديال بتشم ريحه، نحن بنقول له الحشيش للربيع، يعني الاخضر، الحشيش الاخضر. ما في توابل، ما في شيء ابدا. هذا فرن طبيعي 100%، فيه بس العواد وفيه الربيع فقط. يعني هيدا خروف مدلع. سلام، مع شويه كمون هيك. وهيك ضروري. يا سلام على المغرب، على جمال المغرب، على كرم اهل المغرب، على الاكل الطيب بالمغرب. يا سلام. طنجيه طنجيه طنجيه. يا زيت الزيتون، دوق دوق. يعني انت بتعرفها اكثر مني مليون مره، بس شو رايك؟ روعه عن جد. لا انا اكل طنجيه قبل، بس مثل هيدي الطنجيه ماني اكل عن جد. رائعه جدا، يعني اللحمه قد ايه دايبه، ريحه التوابل بقلبها، زيت الزيتون، يعني طعمه زيت الزيتون واضح. دروك انت هنا عندنا فاش جيتي عندنا دقتي اول حاجه راس الخروف، صح. ثاني حاجه دقتي عندنا الطنجيه. صحيح. بس انا حبيت نخليك المفاجاه الاخير. حلو. خير الاشياء خواتمها. هو الخروف الملكي. خروف الملكي. باش ان شاء الله فاش تاكلوا تدي معك هذاك الذوق اللبناني. يلا انا جاهز. يلا بسم الله. بسم الله. هذه اللي سوى لك المعلم، هذه القطعه هذه قطعه كتف، هذه اطيب شيء. هذا الكتف. هذا الكتف. هذا الخروف انت محظوظ لانك الان جالس حدا الفران ديال الشيوه. فاش تسالي تقدر تشوف الفران ديال دغري شفتها، صورناها عم يدلع 3 ساعات بالفرن. إيه بس خشب وطايب حتى هو بدون توابل، بس الغنم ينزل الفرن. الفرن هذا مصوب من ارجيل من طين، يعني فرن طبيعي 100% وفيه خشب، يعني ما فيه توابل ما فيه حاجه. يعني دابا فاش غادي تذوق القطعه غادي تشم فيها ريحه الخشب شيئا. هذا بس ينضاف عليه ملح وكمون. يعني بكل حياتي اكل لحمه وهيدي لحمه قد ايه هيك، مع شويه كمون كمان. بس ملح وكمون. بس ملح وكمون. بس ملح وكمون. ممنوع اشياء ثانيه. ممنوع شيء ثاني. وهذا الذوق ان شاء الله غادي يبقى لك في اللسان تاعك حتى ما توصل لبنان ان شاء الله. كل حياتي يعني. بالصحه والراحه سيدي، بصحتك. شكرا جزيلا. بالصحه والراحه. اخي كريم. عن جد مراكش بعد عم تفاجئني. الطنجيه المخيفه جدا جدا جدا، والدلوع بالاخر، الخروف المشوي 3 ساعات بالفران بدون اي توابل، بس عم يبرم شويه مثل ما بيقولوا بالمغرب شويه ربيع، بيعطيها الريحه تبع الحشيش اذا بدكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليك. هيدا عصير شو؟ هذا ميكس. ميكس كوكتيل. كوكتيل. شو في بقلبه؟ في دراغو، بنانا، اناناس، مانجو، بابايا. هيدا فيتامين مهم هيدا. انا من لبنان. مرحبا مرحبا في المغرب. شكرا. يعني بعد هالجوله المراكشيه، بعد الاكل الدسم اللي اكلناه، ضروري نختم بكوكتيل. كوكتيل من جميع انواع الفواكه الموجوده بمراكش، فريش جوس. يعني نحن بشهر 11، نحن بنوفمبر، حراره يمكن 30 درجه بمراكش. الاجواء مليانه بمراكش. الحي اذا بتشوفوا يعني ساحه الفناء بالنهار فيها ناس، بالليل فيها كثير ناس كمان. يعني اجواء مراكشيه كثير حلوه. هالمدينه اللي ما بتموت، هالمدينه اللي ما بتنام. الساعه 3 الصبح بتمرق من هون بتلاقي ناس. كان لي الحظ انه شارك هيدا اليوم بالستريت فود المغربي بمراكش بهالاجواء، بهالاجواء الحلوه. يعني انا عندي حظ، عن جد عندي حظ انه اكون عم كون بهيدي المدينه اليوم. مدينه مراكش مدينه ما بتنام، اذا بتجوع باي وقت فيك تلاقي اكل. اللي بده يصور ستريت فود بده يجي على مراكش.
قبعة مغربية قبعة مغربية. قبعة مغربية. دايما في ناس صح؟ دائما دايما في ناس. الحمد لله الحمد لله. من أي ساعة بتبدأ الشغل الخدمة هنا؟ هنا 8 صباحا 9 لأي ساعة؟ الى بعد منتصف الليل. 1 ليلا صباحا او ثاني. صحتين صح. شو أكثر شيء الناس بتاخذ؟ أي عصير أطيب شيء؟ مشكل كوكتيل؟ مشكل مم. بحال هذا فيه شويه اناناس، فيه فاكهه التنين، فيه بنان، كاكي، رمان، مانجو، مع بحاجة لفيتامين. اللي تحب شي مشال مع زنجبيل. مع زنجبيل. زنجبيل، هيدي مهمة زنجبيل. خاصة للشباب. عن جد هي أجواء مراكش. هي أجواء مراكش دائما هيك صيف شتاء. صيف شتاء. صيف شتاء. هي أجواء مراكش، هي أجواء مراكش الجميلة جدا. أنا كان لي حظ إنه لأول مرة أكون موجود بالمغرب، أول مرة بمراكش. وأول مرة عم بشرب هذا العصير الكوكتيل في مراكش. شكرا كثير. الله يخليك حبيبي. حلو حلو كثير هيدي اجواء. هون انتقلنا لجو اقل سخونه يعني اذا بدكم، يعني هيدا شارع سمارين، شارع سمارين. انتقلنا على اجواء شوي اهدأ اذا بدكم كجو وهيك، يعني مش كثير شبيه. بس انا اول ما فتت حسيت كاني بسوق الحميديه، يعني اجواء شوي شرقيه اكثر من تكون مثل خارج هذا السوق، وهدوء هدوء وفي هواء خفيف. الحج شو الاسم الكريم؟ محمد. سيسي محمد، الله يخليك. شو اطيب شيء عندك؟ كل شيء. هذا التمر بالسميده. بسم الله. كله طيب. العسل التمر ما بتلزق. شكرا يا حاج. هيدي البريوات. شكرا. بريوات مغربيه. هذا الكرم المغربي. الله يخليك. بريوات. شكرا يا حاج. هذا الزيتون. مراكش مشهورة بالزيتون، مشهورة بالكبيس بالمخلل، فإجباري نمرق هيدي الجولة بأسواق مراكش لندوق الزيتون. كمان بحطوا له توابل. طعمة كزبرة، كزبرة وثوم. تلاحظوا في كمان في طعمة حرة صغيرة كمان. بيرفكت زيتون.